أنا اسمي يحيى المشد. يمكن البعض يعرفني كعالم ذرة أو أستاذ في كلية الهندسة، لكن اللي عايز أحكي لكم النهاردة هو مش بس عن شغلي وأبحاثي، بل عن الرحلة نفسها، التفاصيل اللي معظم الناس مش بتشوفها. ولدت سنة 1932 في مدينة بنها، محافظة القليوبية. عيلة بسيطة، حياة هادية ومليانة أحلام. لما كنت طفل دايما كان عندي فضول لا ينتهي. كنت دايما أسأل ليه وإزاي، سواء في البيت أو المدرسة. كبرت وكل يوم فضولي للمعرفة زاد. دخلت كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، واخترت قسم كهرباء رغم أن البعض شجعني أدرس طب أو علوم تقليدية. لكن أنا كنت دايما أبحث عن اللي بيقدم جديد، اللي فيه اكتشاف وإبداع. اتخرجت سنة 1952 من أوائل دفعتي، وده كان بداية باب كبير اتفتح قدامي. بسبب تفوقي حصلت على بعثتين دراسية عشان أكمل الدكتوراه في جامعة كامبريدج في لندن. تخيلوا معايا، حلم كبير. كنت متحمس ومستعد أتعلم كل حاجة، بس فجأة حصل شيء صعب. العدوان الثلاثي على مصر في خمسينات القرن الماضي غير كل الحسابات. بدل ما أروح لندن، لقيتني متوجه لموسكو في الاتحاد السوفيتي. قرار صعب، بس الحياة ساعات بتخطط لنا طرق جديدة إحنا مش بنشوفها غير لما نمشيها. في موسكو درست 6 سنوات، تجربة صعبة وغنية جدا. برد غير عادي وطريقة حياة مغايرة تماما. اتعلمت مش بس علوم، لكن كمان اتعلمت ازاي اكون صبور، ازاي اتعامل مع ثقافات مختلفة وناس من كل انحاء العالم. كنت مدفوع بحلم اني ارجع وافيد بلدي. رجعت لمصر اخيرا، وده كان تقريبا زي العودة للبيت بعد طول غياب. دخلت على طول في عالم جديد، هيئة الطاقة الذرية المصرية. دي مؤسسة انشأها الزعيم جمال عبد الناصر في فترة كان فيها الحلم النووي المصري بيكبر. الحلم إن مصر تدخل بقوة عالم الطاقة النووية وتكون صاحبة قرار في تكنولوجيا العصر. اشتغلت مع فريق شاب ومتحمس. تركيزي كان أكتر على تصميم المفاعلات النووية والتحكم فيها. المسألة ما كانتش سهلة، الموضوع كان جديد جدا على الجميع في مصر في الوقت ده. ضغط كبير وتوقعات أعلى، لكن في نفس الوقت في شعور بالفخر والإثارة إنك تبني مشروع علمي من الصفر. برضو اشتغلت أستاذ في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. هناك فهمت معنى إن العلم مش بس مختبرات وأجهزة، لكنه كمان أمانة، رسالة لازم نوصلها للطلبة وللأجيال اللي جاية. كنت دايما أقول لنفسي، قيمة العالم الحقيقي مش في عدد أبحاثه، لكن في اللي بيقدمه للناس. وهل علمه بينتقل وينفع غيره ولا لأ؟ نشرت حوالي 50 بحث علمي في مجالي. معظم الأبحاث دي كانت بالإنجليزية والروسية أحيانا، لكن كنت دايما حريص ألاقي لها صدى في مصر والوطن العربي. حتى كنت أحب أشرح للناس وللطلبة معنى الحاجات اللي بنعملها بعيدة عن التعقيدات. وحصل شيء مهم جدا في حياتي بعد حرب 67. البرنامج النووي المصري تجمد تقريبا. السياسة اتغيرت، والأمل الكبير اللي بدأ في الخمسينات ما بقاش واضح زي الأول. حسيت وقتها إن عندي رسالة ولسه قادر أدي أكتر. جالي عرض للسفر للعراق والمساعدة في بناء البرنامج النووي العراقي. الموضوع كان مغري جدا. بلد عربي آخر بيحلم يكون عنده برنامج نووي سلمي وحديث، وأشعر وقتها إن اللي هأعمله هيخدم أوطاننا كلها مش بلد واحد بس. سافرت العراق. الناس هناك كان عندهم طموح ما يتوصفش. اشتغلت مع علماء وفنيين وفرنسيين تعاونوا معنا. المشروع كان كبير، تقنيات معقدة، وكل خطوة فيها تحدي جديد، مش بس تقني، لكن كمان سياسي واقتصادي. لما أفكر في العراق وأيام عملي هناك، أفتكر طول الوقت مشهد المواطنين والشباب وهم عايزين يتعلموا، عايزين يكونوا جزء من العصر، مش على هامشه. قضيت في العراق سنوات اشتغلت فيها بلا كلل ولا ملل. وما كنتش لوحدي. الفريق المصري والفريق العراقي اتعلموا من بعض، وبنينا منظومة علمية حقيقية. يعني أقدر أقول بضمير مرتاح إني واحد من أهم 10 علماء في مجالي وقتها، وطموحي دايما كان يسبقني. وطبعا كل حلم كبير له تضحياته ومخاطره. عرفت كويس إن الدخول في مجال الطاقة النووية مش لعبة. في مخاوف، في ضغوط دولية، وفي ناس كتير مش عاجبهم إن الدول العربية يبقى عندها قوة علمية مستقلة. لكن أنا كان عندي إيمان، لازم المقاومة والمعرفة تمشي جنبا إلى جنب. وفي منتصف سنة 1980 وأنا في باريس، وسط زحمة سفر واجتماعات ومتابعة المشروع النووي العراقي، حصل اللي محدش كان يتخيله. لقيت نفسي فجأة محاصر بسيل من المعلومات والضغوط، وحاجات كتير بدأت تتغير حواليا.
الناس اللي حواليا بقوا قلقانين أكتر من المعتاد. كنت حاسس إن في شيء غريب بيحصل، لكن كالعادة ركزت في الشغل وأبعدت الأفكار السيئة عن ذهني. ومن هنا جاءت النهاية. يوم حزين، اتوجدت جثتي في فندق لو ميريديان في باريس. طريقة رحيلي فضلت لحد النهاردة لغز كبير. في ناس بتتكلم عن مؤامرات، في ناس بتحلل، وفي اللي فضل يتساءل ليه عالم ذرة عربي مهم ينتهي بشكل غامض. الحقيقة إن كل اللي عملته في حياتي كان بدافع واحد: خدمة العلم، خدمة الناس، خدمة الوطن العربي كله. أفكر في كل اللي فات وأحس بالفخر. نعم، دفعت ثمن باهظ، لكن أتصور لو الزمن رجع بيا هختار نفس الطريق. الطريق اللي مفروش بالمخاطرة والشغف والإيمان بقدرة الإنسان العربي إنه يوصل للعالمية في العلم زي أي شعب تاني. ودي كانت حكايتي، حكاية ابن بنها الصغير اللي حلم وسافر ومات والعلم في قلبه. وأتمنى دايما لما حد يفتكرني يفتكر فيا فكرة: قوة الإنسان في إرادته، في علمه، وفي قدرته يواجه الصعاب.